أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع بجد محير لناس كتير. ليه في ناس بتعرف تستخدم الإنترنت وتعمل منه فلوس كويسة قوي، وناس تانية شايفة إنه مجرد تضييع وقت؟ الإجابة صدقوني مش في الإنترنت نفسه خالص، السر كله في طريقة تفكيرنا إحنا. وهو ده السؤال اللي بيقسم الناس نصين بالظبط. هل الإنترنت ده مجرد تسلية ولعب ولا لأ؟ ده مكان حقيقي ممكن تتبني فيه ثروات فعلية. والحقيقة إنه ممكن يكون الاتنين، والموضوع كله واقف على الشخص بيشوفه إزاي وبيستخدمه إزاي. شوفوا، الفرق بين اللي بينجح اونلاين واللي مش بيعرف ده مش صدفة ولا حظ. القصة كلها بترجع لوجهة النظر. في اللي بيفتح الانترنت عشان يتفرج ويستهلك محتوى، وفي اللي بيفتحه عشان يضيف قيمة ويعمل حاجة، والفرق بين الاتنين دول بيغير كل حاجة في المعادلة. المشكلة الحقيقية مش إن الفرص قليلة، لأ بالعكس تماماً. الإنترنت ده بحر فرص. العقبة الأساسية، العائق اللي بيوقف ناس كتير، هو طريقة التفكير نفسها. عقلية معينة كده بتخلي الواحد أعمى عن كل الإمكانيات الضخمة اللي قدامه. والعقلية دي بقى بيجي معاها 3 أفكار غلط مشهورة جدا. أول فكرة هي وهم الربح السريع، وده أكبر فخ ممكن أي حد يقع فيه. تاني حاجة إن الواحد يتوقع إنه هيشوف نتائج من غير ما يصبر ويتعلم ويتعب. وتالت فكرة الاعتقاد الغريب إن الفلوس اللي بتتعمل أونلاين دي مش فلوس حقيقية. ال3 أفكار دول هم اللي بيفرملوا ناس كتير قوي. طيب، عشان الصورة توضح أكتر، خلينا نعمل مقارنة سريعة كده بين عقليتين مختلفتين تماماً. عقلية المستهلك أو الموظف، وعقلية صانع القيمة أو المبدع. طريقة التفكير هي اللي بتحدد بالظبط دور كل واحد في عالم الإنترنت. بصوا على المقارنة دي، واضحة جدا. العقلية التقليدية بتشوف الإنترنت كنوع من التسلية أو تضييع الوقت، شغلها الأساسي هو مصدر دخلها الوحيد. لكن عقلية الإنترنت بقى دي قصة تانية خالص، بتشوف الإنترنت كأداة زي الصندوق العدة كده، مش بتبدل وقتها بفلوس بشكل مباشر، لا دي بتبني أصول. يعني إيه أصول؟ يعني مهارات جديدة، جمهور بيتابعها، محتوى قيم. دي بتدور على النمو مش بس الاستقرار. وهنا بقى نيجي للنقطة المحورية. لازم نغير نظرتنا للإنترنت تماماً. الإنترنت مش ماكينة بتطلع فلوس، مش مصباح علاء الدين السحري. الإنترنت هو المنجم، المكان اللي بنعرف نطلع منه الكنوز الحقيقية اللي بعد كده هي اللي بتجيب الفلوس. أول وأهم كنز بنطلعه من المنجم ده هو المهارات. الإنترنت ده يا جماعة يعتبر أكبر جامعة مفتوحة في تاريخ البشرية كله. أي مهارة ممكن تيجي في بالك، برمجة، تسويق، تصميم، كتابة، أي حاجة ممكن تتعلمها أونلاين وفي أوقات كتير ببلاش أو بتكلفة رمزية جدا. طيب، بعد ما الواحد يتعلم المهارة، هل الموضوع بيقف هنا؟ لا طبعا. الإنترنت بيديلك فرصة ذهبية عشان تبني خبرة حقيقية. ممكن تبدأ تعمل مشاريع صغيرة لنفسك أو حتى تتطوع في مشاريع تانية. كل ده بيحول المهارة النظرية لخبرة عملية ليها وزنها. ونيجي للكنز الثالث، وده يمكن يكون أقواهم، الجمهور. الإنترنت بيديلك القدرة إنك توصل لناس مهتمة بنفس اللي بتقدمه. الجمهور ده مش مجرد رقم، ده يعتبر أقوى أصل ممكن أي حد يبنيه، لأنه بيمثل الثقة والانتشار والقوة الحقيقية. وكل ده بيوصلنا في الآخر لمعادلة بسيطة وواضحة جدا. لما يكون في مهارة قوية ونستخدم معاها إمكانيات الإنترنت الجبارة، النتيجة الطبيعية هي إمكانية تحقيق دخل مستمر ومستدام. الموضوع مش سحر ولا حظ، هي دي المعادلة. طيب، جميل. الكلام النظري حلو، بس إزاي نبدأ نغير طريقة تفكيرنا دي على أرض الواقع؟ الموضوع صدقوني بسيط، هو عبارة عن 3 تحولات أساسية في العقلية. لما بنعملهم بنبدأ نشوف نتائج مختلفة تماماً. خلينا ناخدهم واحدة واحدة. أول تحول، بدل ما يكون الهدف الأساسي هو أنا عايز فلوس، نخلي الهدف هو أنا عايز أتعلم. الفلوس بتيجي كنتيجة طبيعية للتعلم والقيمة. تاني تحول، ننسى خالص قصة الربح السريع دي ونركز على البناء للمدى الطويل. أي حاجة ليها قيمة حقيقية بتاخد وقت عشان تتبني. وأخيراً التحول الثالث، بدل ما الواحد يشتكي ويقول مفيش فرص، يسأل نفسه سؤال تاني خالص: أنا إيه اللي لسه ما اتعلمتوش عشان ألاقي الفرصة الصح؟ ده بيحول الشخص من مجرد ضحية للظروف لواحد مسؤول عن نجاحه. وفي النهاية الخلاصة واضحة جدا، الإنترنت أداة جبارة مفيش شك، لكن التغيير الحقيقي مش بيبدأ من الأداة، بيبدأ من جوه، من العقلية. لما طريقة التفكير بتتغير، وقتها بس الإنترنت بيتحول من مجرد لعبة مسلية لمنجم ذهب حقيقي. والسؤال اللي أحب نسيبه مع بعض هو: إيه أول خطوة عملية ممكن نعملها النهاردة عشان نبدأ رحلة التغيير دي؟